يا سيدي العزيز، هذا خطاب امرأة حمقاء. هل كتبت إليك قبل امرأة حمقاء؟ اسمي أنا. دعنا من الأسماء، رامية أم زينب أم هند أم هيفاء. أسخف ما نحمله يا سيدي الأسماء. يا سيدي، أخاف أن أقول ما لدي من أشياء، أخاف لو فعلت أن تحترق السماء. فشرقكم يا سيدي العزيز يصادر الرسائل الزرقاء، يصادر الأحلام في خزائن النساء، يستعمل السكين والساطورة كي يخاطب النساء، ويذبح الربيع والأشواق والضفائر السوداء. وشرقكم يا سيدي العزيز يصنع تاج الشرف الرفيع من جماجم النساء. لا تنتقدني سيدي إن كان خطي سيئا، فإنني أكتب والسياف خلف بابي، وخارج الحجرة صوت الريح والكلاب. يا سيدي، عنترة العبسي خلف بابي يذبحني إذا رأى خطابي، يقطع رأسي إذا رأى الشفاف من ثيابي، يقطع رأسي إذا أنا عبرت عن عذابي. فشرقكم يا سيدي العزيز يحاصر المرأة بالحراب، يبايع الرجال أنبياء ويطمر النساء في التراب. لا تنزعج يا سيدي العزيز من سطوري، لا تنزعج إذا كسرت القمقم المسدود من عصوري، إذا نزعت خاتم الرصاص عن ضميري، إذا أنا هربت من أقبية الحريم في القصور، إذا تمردت على موتي، على قبري، على جذوري والمسلخ الكبير. لا تنزعج يا سيدي إذا أنا كشفت عن شعوري،